تمر الأيام ويخلص بالنسبة لنا واحد من أهم مسلسلات السنة، المسلسل اللي فرض نظرياته على الناس، وبقى كل واحد فينا عنده القدرة إنه يحل كم الألغاز اللي شافها قدامه على مدى 5 أسابيع. 5 أسابيع من الإثارة والتشويق بتتحول لمتعة خاصة الواحد بيستناها من الخميس للخميس. خلطة مصرية 100%، حاجة كده زي طبق الكشري أو عصير الفخفخينة اللي لما تبقى فيه كل حاجة جواها عكس بعض، لكن بقدرة قادر إنه يحليلك بقك. توليفة غريبة جدا من الرعب والإثارة والكوميديا معجونين في بعض، نتج عنها حكاية 2 ولاد عم بتجمعهم الأقدار والأشباح وتاريخ جدهم الغامض والمثير مرتين، مرة جوه قصر ملعون ومرة جوه قرية مهجورة وأوتيل محروق. ومعاها بنشوف كم الشخصيات اللي لها أسرارها الخاصة، وعلى الاتنين إنهم يحلوا الألغاز دي عشان دنيا كل واحد فيهم تمشي. الأوتيل اللي في السخنة واللي حاله واقف دونا عن الباقيين، والمزرعة اللي ما بيكبرش فيها كتكوت واحد. ممكن الواحد تكون عنده ملاحظ كتير بالنسبة للجزء التاني، أهمها بالتأكيد هي جرعة الكوميديا القليلة عن الجزء الأول، وده أنا شايفه طبيعي جدا. احنا خلاص عارفين أبطال المسلسل وشخصياتهم عاملة ازاي. نضيف كمان بعد المسافة بين الجزئين فصل الواحد شوية عن الشخصيات الثانوية في الجزء الأول واللي كملت معانا، طبعا أهمها شخصية تومان واللي ظهرت في آخر الحلقة الثامنة. ده اللي خلى الناس ترجع تاني بالذاكرة للجزء الأول. دول اللي الواحد ممكن ياخد عليهم المسلسل، لكن اللي ميز الجزء ده عن الأول هي الشخصيات الجديدة، كل أفراد القرية بلا استثناء. ما ننساش طبعا الممثل الراحل محمد بطاوي واللي كان حضوره طاغي جدا رغم مشاهده القليلة. الممثلة الشابة ألحان المهدي واللي أضافت لمسة رعب خفيفة جدا على المسلسل، مرورا بأحمد بدير ودوره الغامض واللي بنكشفه في آخر الحلقات. وإذا كانت الإشادة راحت لأبطال الجزء التاني ده لأن التألق نفسه مكمل بالنسبة لأبطالنا الرئيسيين، فإحنا مش محتاجين نقول إن كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر كانوا ممتازين، والكيمياء اللي كانت ما بينهم قادروا يحافظوا عليها. أما بالنسبة لميرنا جميل فالجزء ده ادوها مساحة أكبر من اللي فات. هي دلوقتي بقت نجمة أو فاضلها خطوتين 3 يمكن، لكنها تستحق وهي فعلا دمها خفيف. عشان يفضل لنا أبطال المسلسل الحقيقيين واللي قدروا هما الاتنين إنهم يحافظوا على النسق التشويقي الممزوج بالكوميديا، الخلطة اللي اتكلمنا عليها في الأول، وإن كانت الكوميديا اتراجعت شوية لصالح القصة. أحمد عبد الوهاب فنان متعدد المواهب، وعليه إنه هو هيحدد هو عايز إيه بالظبط في المستقبل، لأنه كويس جدا كمان في التمثيل. كريم سامي بيخطو خطوة هامة جدا في إنه يبقى حاجة كبيرة جدا في التأليف. تألق الاتنين في التأليف غطى شوية عن تألق المخرج الكبير خالد مرعي، واللي في رأيي الشخصي ما كانتش عنده تحديات كبيرة عكس الجزء الأول، خصوصا في جزئية المؤثرات البصرية. لكن ده ما ينفيش خروج المسلسل بشكل رائع. مسلسل مسلي نجح في انه يجذب المشاهدين حواليه وانهم يقضوا وقت ممتع مدته ساعة، على امل اننا نشوف موسم جديد بشرط انه ما يبقاش فيه تأخير او حتى المسافة ما تطولش اكتر من سنة واحدة. آسف على الإطالة.